السلام عليكم ورحمة الله، يسعد أوقاتكم. بحب رحب فيكم وبرحب بكل مشترك جديد نور قناتي. وبسم الله بنبدأ فيديو اليوم. وصفتنا لليوم هي معجنات سريعة بعجينة سحرية بتحضروا جميع أنواع المعجنات. حضرت المحمرة، البيتزا، مناقيش الزعتر، فطاير الجبنة، حتى خليط النحل والسينابون بتقدروا تحضروها. وصفة جدا ناجحة بتحافظ على هشاشتها وطراوتها لمدة 3 أيام. وهلأ خلونا ننتقل لطريقة التحضير. بداية بجات عميق بدي أنزل كوبين من الحليب الدافئ. في حال ما كان متوفر بتقدروا تضيفوا حليب بودرة وماء، معلقتين كبار سكر، معلقة ونصف من الخميرة الفورية، وأربع معالق كبار من اللبن يلي هو زبادي. رح أنزل عليهم نصف كوب من الزيت النباتي، وبدي أقلبهم مع بعض كتير منيح لحتى أتأكد إنهم اختلطوا تماما. بعد هيك بدي أحتاج لكيلو من الطحين متعدد الاستعمالات. رح أنزله مباشرة على الخليط، وبدي أنزل عليه معلقة صغيرة من الملح، وأقلب مكوناتي بالمعلقة. تقليب العجينة ما بتحتاج دلك كتير، مجرد إنه نجمع جمع بالمعلقة بس. تتكون معاي العجينة. رح أنزل عليها معلقتين كبار من السمنة، وبدي أدعك عجينتي فيها لمدة 3 دقايق. هاي عجينتي بعد ما نعمتها بالسمنة لمدة 3 دقايق. شوفوا ما شاء الله قديش طرية ولينة. لا تضيفوا طحين كتير لحتى ما تصير معاكن قاسي، وتحافظ على طراوتها بعد الخبز. هلأ بدي غطيها واتركها لحتى ترتاح ويتضاعف حجمها بمكان دافي. لتحضير الحشوات بداية بدي أحضر المحمرة. ضفت معلقتين كبار من زيت الزيتون، رح أنزل عليهم حبة بصل مفرومة ناعم، وبدي أقليها بس لحتى تدبل، ما بدي لونها يتغير. بعد ما تدبل معاي رح أنزل عليها معلقتين كبار من دبس البندورة، وبدي أقليهم. بعد هيك رح أنزل عليهم معلقتين كبار من دبس الفليفلي. في حال ما كان متوفر عندكم بتقدروا تضيفوا فليفلي حمرا تنقعوها، معلقتين مي. بعد هيك بتنزلوها. رح أنزل عليها معلقتين كبار من الخل الأبيض، وقلبهم مع بعض. وهلأ رح أنزل معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل، ومعلقة كبيرة من حبة البركة، وقلبهم. هيك بتكون جهزت معانا أول حشوة. لتحضير صوص البيتزا نزلت معلقة كبيرة زيت زيتون، نصف بصلة صغيرة مفرومة ناعم، بدي أقليها كمان لحتى تدبل. بعد هيك رح أنزل عليها معلقة كبيرة من دبس البندورة، لأن أنا لون البندورة عندي فاتح. في حال كانت عندكم البندورة غامقة لا تضيفوها. نزلت عليها 4 حبات بندورة مفرومة بمحضرة الطعام، وبدي أتركها على النار لحتى تتعقد وتنشف السوائل. بعد هيك نزلت عليها معلقة صغيرة فلفل، ملح حسب الرغبة، ومعلقة صغيرة أوريجانو. بدي أقلبهم مع بعض كتير منيح، وهيك بتكون جهزت معانا. لتحضير حشوة الجبنة بدي أحتاج لأربع قطع من الجبنة النابلسية، نقعتها لحتى راحت كل الملوحة منها. بعد هيك بدي فتتها بالشوكة. نزلت عليها معلقتين كبار من اللبن، ومعلقة كبيرة من السمنة، وربع باقة من البقدونس. بدي أقلبهم مع بعض كتير منيح. في حال كنتوا بتحبوا إضافة البيضة بتقدروا تستغنوا عن اللبن والسمنة وتضيفوا بس بيضة. وبدي أحتاج لكمية من الزيت والزعتر. وهاي عجينتي بعد ما اختمرت وتضاعف حجمها. هلأ بدي أفرغ الهواء يلي بقلب العجين. ضروري تفرغوا الهواء يلي بقلب العجين لحتى ما تغلبكن وقت الفرد. بعد هيك رشيت على الطاولة كمية خفيفة من الطحين، وأخدت كرة من العجين، وبدي أفردها بالمندلاك سماكة 3 ميل. طبعا انتوا بتقدروا تحددوا السماكة يلي بدكن ياها. وهاي عجينتي بعد ما فردتها قطعتها باستخدام قطاعة دائرية ورفعت الأطراف. بعد هيك بدي أعطي للبيتزا ولمناقيش الزعتر هذا الشكل بالطريقة الموضحة قدامكم بالفيديو. بحاول أضغط على الأطراف باستخدام الإبهام والسبابة لحتى أخذ هذا الشكل. رفعت قطع العجين على صينية الخبز. بعد هيك القطع يلي بدي احشيها بالبيتزا ضفت عليها صوص البيتزا يلي حضرته معاكم. بعد هيك الإضافات اختيارية، بتقدروا تضيفوا يلي بتفضلوه. ضفت جبنة موتزاريلا، شرايح من الفلفل الحارة، وشرايح من الزيتون، وقليل من الذرة. طبعا الإضافات دائما بتكون اختيارية. بعد ما أنهي تشكيل البيتزا كمان ضفت على القطع التانيات خلطة زيت الزيتون والزعتر، وبدي أدخلها على فرن درجة حرارة 180. بخبزها بالأول من تحت بعدين من فوق لحتى تاخد لون ذهبي خفيف.
وبدي أحكي شغلة ضروري بعد ما نطلع أي نوع معجنات من الفرن إنه نغطيه مباشرة ببشكير المطبخ لحتى تحافظ على الطراوة أكتر مدة ممكنة. لتحضير الشكل التاني فردت عجينتي سماكة 2 مل وأخدت كوب، بدي أقطعها بحجم أصغر، بدي أفرد أقطعها كلياتها وأرفع الأطراف. بعد هيك ضفت كمية من حشوة الجبنة وبدي أعطيها شكل المربع بهاي الطريقة الموضحة قدامكم بالفيديو. بمسك كل زاويتين من العجين وبسكر عليهم كتير منيح. هون ضروري تنتبهوا إنه الجبنة تكون خالي من السوائل، ما فيها سوائل. بعد ما تقلبوها حطوها بمصفاية لحتى كل السوائل تنزل منها، لأن أي نقطة سائل رح تفتح لكم العجين وتنزعها. رح استمر بنفس الطريقة لأنهي كل الكمية. لتشكيل عجينة المحمرة أخدت كرة من العجين وبدي حاول أفردها بهذا الشكل. بعد هيك طبعا قد ما كانت رقيقة بيكون أفضل. بعد هيك رح أضيف كمية قليلة من المحمرة على أول طرف منها. بعد هيك بدي سكر عليها كتير منيح وبدي أحدث شقوق بالطرف يلي ضل معاي. بعد هيك بدي ألفها وسكر الأطراف كتير منيح لحتى أخد الشكل يلي موضح قدامكم بالفيديو. ورح أستمر بنفس الطريقة لحتى أنهي كل الكمية. طبعا طريقة تشكيل المعجنات اختيارية، خدوا الفكرة يلي بتحبوها وطبقوها، المهم تكون العجينة معانا ناجحة. هذا الشكل النهائي للمحمرة. هلأ بدي أرفعهم على صينية الخبز ودخلهم على فرن درجة حرارة 180، بخبزها بالأول من تحت بعدين من فوق. وهاي النتيجة النهائية لمجموعة المعجنات يلي حضرناها بعجينة وحدة. بنصحكم تجربوها لأن الهشاشة والطراوة يلي فيها مو طبيعية وطعمتها كتير طيب ومميزة. وبس، وفضلا لا تنسوا اللايك والتعليق لأن كتير بيرفع من فيديوهاتي، والاشتراك بالقناة إذا لسه ما اشتركتوا، تفعيل جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل شي جديد بنزله. ما بيمنع من مشاركة للفيديو مع أصحابكم، وصحتين وهنا يا رب.